ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل، يا صباح الروقان، يا صباح اليوم اللي كله نشاط وحيوية، ومفيش بقى ولا تنظيف ولا نكنس ولا نعمل اي حاجة. والله العظيم صحيت ما عملت اي حاجة غير ان طبقت الخفة ديت بتاعت الاولاد، لان الاوضة بتاعتهم دي بتبقى ساقعة عليهم. فطلعت لهم الحفة الخفة دي كده دلوقتي، لان لسه الجو عمال بيحرر ويسقع، حرر بالنهار ويسقع بالليل. والاوضة دي بتاعتهم اصلا بتبقى ساقعة قوي وتلج، وفي الشتاء يعني بتبقى موت. بقى بيحتاجوا حاجات كتير يتغطوا بها بصراحة. وفرشت لهم الدفايات دي والله، لان اللي قالوا لي احنا سقعانين يا ماما، وقمت عاملاها لهم. فطبعا اليوم ده خفيف اصلا ما فيهوش اي حاجه. ده انا بعد ما وديتهم من المدرسه جيت على طول، دخلت على اوضتهم، طبقت الحفه بتاعتهم، اروق هدومهم كده وعلقها على الشماعه، واللي رامي كتب واللي رامي اقلام ولماه. بس هو ده اللي انا عملته، شلت ازايز الميه بس. كنت اليوم اللي قبل منه كنت نكتة الشقة نكتة موت. ماشي، ده الطبيعي يعني، احنا بنعمل 3 ايام في الاسبوع زي ما انتوا عارفين. اللي عارفني بقى هو اللي هيبقى عارف انا بنكت 3 ايام في الاسبوع. رايقة. ما عملتش اي حاجة والله، ما كنست الارض حتى، ما لقيتش حاجة اصلا اعملها. كان نفسي الاقي حاجة اعملها بس ما لقيتش صراحة. وهنا اللعب بتاعتهم برضو متعانة اهي في جنب. ماشي. وادي الأوضة زي الفل. كان نفسي الاقي حاجه اعملها والله بس ما لقيتش. حطوا بقى لايك انتوا بقى، عشان انا والله اني كده هبطل. يلا الحمد لله. بس والله فعلا لما تبقي نكته ومنضفه الدنيا ما تلاقيش حاجه اصلا تعملها في قلب الشقه. اهي ده بيذمكم. انا لاقيه حاجه اصلا اعملها هنا؟ والله ما لاقيه حاجه اعملها. جيت الدنيا زي الفل. فضلت قاعده بقى اتفرج على التلفزيون وامسك التليفون شويه ما وريش حاجه بقى. هي الشقه خلاص زي الفل وانا مش هعمل فيها اي حاجه. شغلت على المكنسة بس بعد كده لما لقيت نفسي مش لاقيه اعمل حاجة. وهنا كنت المطبخ شطبته وكان زي الفل كده، وبقى زي الفل اهوت ورايق، ومزاجي كان حلو والله. يعني ومحدش ياخد باله من الضلفتين اللي واقعين يا جماعة. شوفوا المطبخ بقى وهو رايق كده وجميل وزي الفل اهو. ايه رأيكم بعد ما روقته؟ هنا كنت شلت الحلل بقى اللي انا كنت غسلتها وعينتها في قلب الضلف. وهنا كان عندي بسارية جهزتها برضو على ما هما يجوا. وكان في لبن. وده على فكرة ده تاني يوم برضو بعد ما وديتهم المدرسة. رحت قمت جايبة بقى ايه شوية الخضار ده علشان عايزة اعمل لهم محشي في يوم. ماشي، فقلت اجيب واجهز، وجبت كرومباية. بصراحة الحاجة يعني جميلة. رحت المنفذ وجبت الحاجات دي منه، طماطم والفلفل والخيار والشطة. كنت بدور على فكرة على البطاطس انا حطيتها فين. انا كنت جايبة بطاطس كمان بس مش فاكرة انا حطيتها. حطيتها في البولة بتاعتها وركنتها في جنب على الانبوبة. شوف كلها كنت بدور عليها. وجبت ليمون وبرنجان. وما تنسونيش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. وبإذن الله وانا بعمل المحشي برضه هبقى اعمل لكم روتين تاني. وفي فيديو هينزل لكم قبل ده اللي هو بتاع البطولة بتاع عدي وجودي، الحمد لله هنزله لكم قبل من ده باذن الله. هشوف الخضره بطلعها لكم. والله الخضره عجباني، انا عماله اطلع فيها لونها جميل ومزهزه كده وحلوه. بصراحه عجبتني، هي اللي خلتني اجيب كرومباي، لان العيال اصلا كان نفسهم في محشي وانا كنت مكسله اعمله لهم. ومع السلامه، ومتنسوش اللايك.